التحول الرقمي رحلة طويلة ومليانة تحديات وفرص، واللي هينجح فيها هو اللي هيعرف يتعلم ويتكيف بسرعة. علشان نبدأ أي مشروع ديجيتال ترانسفورميشن لازم نفهم إن في 3 محاور رئيسية للنجاح. إذا غاب محور منهم أو تم تهميش دوره أو لم يتم دراسته بشكل جيد في استراتيجية التحول الرقمي، فتجربة التحول غالبا هتفشل. أول محور منهم هو الناس، البيبول. تاني محور العمليات، البروسيس. تالت محور الأدوات، التولز. خلينا نتكلم عن أول واحد فيهم وهو البيبول أو الناس. أي تحول رقمي بيعتمد في الأساس على الناس اللي هتنفذه. لازم يكون عندك فريق عمل متمكن، فاهم التكنولوجيا الجديدة ومؤمن بأهمية التحول. كمان لازم يكون في إدارة وقيادة قوية تدعم التحول وتشجع الناس على التغيير وتزيل أي مخاوف أو مقاومة. ومش بس كده، لازم تاخد رأي العملاء والموظفين في الاعتبار وتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم من التحول. تاني محور العمليات، البروسيس. مش معنى انك جبت تكنولوجيا جديده ان كل حاجه هتتظبط لوحدها. لازم تعيد تصميم عملياتك الداخليه علشان تقدر تستفيد من التكنولوجيا دي بافضل شكل. لازم تحدد العمليات اللي محتاجه تتغير او تتحسن وتلاقي طرق جديده واكتر كفاءه لادارتها. تبني منهجيات مرنه، استخدام منهجيات زي الاجايل لتحسين العمليات وجعلها اكثر مرونه. كل ما تقدر تعمل اوتوميشن ده هيوفر وقت ومجهود وفلوس. حط مؤشرات اداء رئيسيه KPIs لقياس مدى فاعليه العمليات الجديده. المحور الثالث الادوات، التولز. دي التكنولوجيا اللي هتستخدمها علشان تحقق اهداف التحول الرقمي. لازم تختار التكنولوجيا المناسبه لاحتياجاتك وميزانيتك. ومش بس كده، لازم تتاكد ان التكنولوجيا دي هتتكامل مع الانظمه الحاليه وان فريق عملك هيعرف يستخدمها بسهوله. ما تنساش ان التكنولوجيا بتتطور بسرعه، عشان كده لازم تكون دايما على اطلاع باحدث التطورات وتشوف ازاي ممكن تستفاد منها في شركتك. لو اهملت اي محور من المحاور ديت التحول الرقمي بتاعك ممكن يفشل. لو اهملت الناس هتلاقي مقاومه للتغيير وممكن الفريق ما يكونش عنده المهارات اللازمه لاستخدام التكنولوجيا الجديده. لو اهملت العمليات ممكن التكنولوجيا الجديده ما تعملش فرق كبير او حتى تعقد الامور اكتر. لو اهملت الادوات ممكن تختار تكنولوجيا مش مناسبه او ما تعرفش تستفاد منها بشكل كامل. علشان كده لازم تركز على المحاور الثلاثه دول مع بعض وتدي كل واحد منهم حقه عشان تضمن نجاح تجربه تحول رقمي في شركتك.